بسم الله والابن والروح القدس اله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير دايما، والبشمهندس عادل دايما بخير وبسلام، وجميع الاباء اللي حاضرين واللي دايما بيحضروا كل سنه والجميع بخير. الصوم الكبير رحلة توبة، رحلة توبة وشبع روحي، والمفروض يعني نستفيد من هذا الصوم ونخزن لطول السنة، ويبقى عندنا فائض وبركة كبيرة طول السنة. واللي مش هيستفيد بالصوم الكبير صعب انه يستفيد بأيام أو بأي أيام أخرى. فالمفروض ناخد بالنا، يعني كل واحد يستفيد من هذا الصوم، يراجع نفسه ويشوف أخطائه ويقدم توبة عن هذه الأخطاء، عشان في نهاية الصوم يشعر بالفرح وبالسلام وياخد شحنة إيجابية، وفي العيد بيشعر إن قلبه مليان بالفرح وقلبه مليان بالسلام. وإحنا النهاردة الأيام بتجري بتاعت الصوم، الحقيقة أسبوع ورا أسبوع. في الجمعة الرابعة من الأسبوع الرابع، وإنجيل هذا اليوم بيتكلم عن المرأة الكنعانية. يوم الحد طبعا المرأة السامرية. السيد المسيح دائما يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، وكل اللي عندهم عاهات وعندهم أمراض كان دايما بيشفيهم. المرأة الكنعانية بنتها مريضة وعليها شيطان، والجنس الكنعاني ده طبعا زي ما حضراتكم معروف، الأبهات بيشرحوا لكم إن هو ملعون من أيام نوح. وهم مكروهين من اليهود، هم طبعا والسامريين، لكن دول بيقول عليهم إن هم كلاب. السيد المسيح كان ماشي بيروح لأي إنسان محتاج له. هو راح للسامرية وعارف هو رايح لمين عشان خاطر يخلصه. رايح ناحية سور وصيدا، وبعدين خرجت هذه المرأة، شافت السيد المسيح وقالت هو دوت اللي هيشفي لي بنتي. صرخت إليه وقالت ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا وعليها طبعا يعني الشيطان. السيد المسيح سمعها، فضلت تصرخ وتقول نفس الكلام، والسيد المسيح ساكت، عايز يوصل رسالة. كل هدفه حواليه طبعا الرسل وحواليه اليهود، يمكن في المرة الأولى مش واخدين بالهم إن في كتير عايزين يعني السيد المسيح يشفيهم، لكن عايز يسمعهم. خدوا بالكم، انتوا واخدين بالكم سامعينها بتقول ايه؟ طب سابها شوية، ما ردش عشان تكرر تاني، كلمهاش ولا بكلمة. طبعا قعدت تصرخ نفس الحكاية، يا ابن داود ارحمني.
فلما اتأكد إن هم كلهم سمعوا اليهود والتلاميذ، فطبعا والدليل على كده التلاميذ قالوا لهم اصرفها بقى، لأن عمال تصرخ ورانا، اصرفها لأنها بتصيح ورائنا، عمال تزعق وتصيح. طب مشيها بقى وخلصنا من الصداع بتاعها، لأن هم أصلا مش طايقينها وعارفينها إنها من كنعان، وكلهم بيقولوا على الصنف ده. وطبعا هذه المرأة بيقولوا عليها إنها من ضمن الكلاب، إنها كلبة، هم اليهود بيقولوا عليها كده. سيد المسيح عايز يدي درس لليهود اللي هم فاكرين نفسهم إن هم شعب الله وهم المؤمنين، وكل الشعوب دي وثنية وما عندهمش دين وما يعرفوش ربنا. هم طبعا الكنعين فعلا يعني وثنيين، لكن مش معنى إن حد يبقى وثني إن هو ممكن ما يتوبش. سيد المسيح جه من أجل الجميع، وهم بيقولوا لا ده هو جاي من أجل اليهود، طب وبقية الشعوب؟ سيد المسيح جاء يخلص الجميع. ما هو السامريين كانوا برضهم وثنيين وانفصلوا عن اليهود، وبرضه في كراهية بينهم وبين بعض، لكن السيد المسيح راح للسامرية، راح أيضا للمرأة الكنعانية عشان خاطر يخلصها. هم طبعا بيقولوا عليها دايما انهم كلاب، فرد عليها السيد المسيح برضو بيسمعهم، هو كل دي رسالة لليهود. لم أرسل، بيقول لها لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. اسمعوا يا يهود، أنا جيت عشان خاطركم بس، أنتوا بتقولوا كده، لكن أنا جاي من أجل الجميع. فأتت وسجدت له قائلة يا سيد عني. شوف اللجاجة بتاعت هذه المرأة، ما بيعملهاش اليهود. عايز يقول لهم ان ايمان هذه المرأة الوثنية افضل من ايمانكم. جت وسجدت وبتلح. أتت وسجدت له وقائلة يا سيد عني. فقال لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب. ده التفكير اليهودي. انتوا بتقولوا كده، أنا عايز بقى أكشفكم وأعرف إن أفكاركم دي خطأ كلها. انتوا بتقولوا على هذه المرأة إنها كلبة، وكل الجنس الكنعاني ده كلاب. ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين اللي هو انتوا ويعطى للكلاب اللي هي المرأة الكنعانية. ده كلامكم. هنا السيد المسيح عايز يصلح المفاهيم بتاعتهم الخاطئة. مفاهيم اليهود خاطئة، وعبادتهم بتاعتهم عبادة شكلية. في نفس الإصحاح 15 لو رجعنا ورا، هنجد السيد المسيح وبخهم وقال لهم ايه؟ يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس مش وصايا ربنا. ربنا ما قال لهمش يقولوا على الناس كلاب، يقولوا على الناس ان هم غير مؤمنين، دول ما فيهمش فايده. كل شخص غالي عند السيد المسيح وممكن يخلص. حتى السيد المسيح برضه ما سابوهوش، يعني كان بيعمل معجزات يوم السبت وكانوا بينتقدوه جدا. حتى الرحمة عندهم غلط يوم السبت. الرحمة المعجزة، يشفي بني آدم بقاله 38 سنة أو 6 أو أي حد من اللي كانوا محتاجين شفاء.
مفاهيم خاطئة. السيد المسيح بيلاقي فرصة إن هو يصلح هذه المفاهيم الخاطئة. أريد رحمة لا ذبيحة، ده المنهج بتاع السيد المسيح. ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب. مش هو ده المفهوم بتاعكم يا يهود؟ وبيسمعهم موجودين والتلاميذ مع يهود، وفي برضو مجموعة كبيرة بتبقى ماشيين ورا السيد المسيح. رسالة ليكم، مش انتوا بتقولوا على الناس دول كلاب؟ ده مش من عندي، انتوا اللي دايما بتقولوا كده. مش ده المفهوم بتاعكم الخاطئ؟ هتصلحوه امتى؟ لكن دلوقتي انا هعرفكم فين الايمان الحقيقي. سيد المسيح طبعا بعلمه السابق عارف ان هذه المرأة بتتحمل الكلمة دي، مش اي حد يتحملها. ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويعطى الكلاب. يعني لو قال لحد من اليهود ولا او اي كلمة مشابهة ما كانش خلص، لكن عايز اعرفهم ايمان هذه المرأة العظيم وتواضعها وإلحاحها ان هو اللي يقدر ان هو يشفي بنتها. عايز اعرفهم هذه المرأة وايمانها العظيم. هي ما زعلتش ولا اتقمصت وما قالتش اي كلمة مسيئة خالص، لكنها بكل تواضع قالت: نعم يا سيد، نعم يا ربي، فإن الكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. هو السيد المسيح هو هدفه ده، عايز يعرفهم ويسمعهم قدامكم اهو. بتقول عليهم كلاب؟ هي شو بتقولي بترد ازاي؟ شوف الردود الراقية اللي عندها إيمان عظيم. هو ده اللي ما احنا عايزينه. اوعوا تعتقدوا ان اليهود بس هم اللي بيخلصوا. عايز يعرفهم برضو النقطة دي. لا، أنا جئت من أجل العالم أجمع، كل الناس، الوثنيين وغير الوثنيين، ودي رسالة للجميع. وصلت الرسالة اللي السيد المسيح عايز يوصلها لليهود، وبيقول لهم: عرفتوا يا يهود إيمان هذه المرأة الوثنية؟ قبلت الإيمان بكل تواضع وآمنت بالسيد المسيح، وكان إيمانها قوي أنه يستطيع شفاء بنتها. هي مؤمنة أن هو السيد المسيح هو الشافي، هو اللي هيشفي بنتها. عشان كده كانت بتصرخ: ارحمني يا ربي يا ابن داود، ابنتي معذبة إذ بها الشيطان. وأنت يا رب تستطيع بكلمة واحدة أن تخرج الشيطان منها وتشفيها. عملت معجزات كتيرة جدا وأنا سمعت عنك، لكن أنا عايزة برضو أنك تشفي بنتي، وأنا مؤمنة بيك تماما. إيمانها قوي. أتت وسجدت له، قال: يا رب أعني، أنت وحدك المعين، أنت وحدك الشافي، أنت وحدك الإله القادر على كل شيء. شوفوا إيمان هذه المرأة. أنت الخالق، وهبت النظر للعميان، أقمت الموتى من القبور، أقمت الطبيعة بالكلمة، أظهرت لي تدبير تعاطفك، احتملت ظلم الأشرار اللي هم مين؟ اليهود. بذلت ظهرك للصياد. مين؟ هم اليهود. وخديك هملتهما للطم. لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصاق. دول هم اليهود اللي بهدلوه وشتموه وبصقوا عليه، وبيعتبروا نفسهم ان هم هو الايمان عندهم فقط. لا يمكن الجماعه دول، لكن السامريين ولا الكنعانيين يقبلوا الايمان. لا خالص. احنا فين وهم فين؟
الكبرياء والعنطزة بتاعتهم اليهود. وكان لا بياكلوا مع الوثنيين ولا بياكلوا، لا لا لا، ده حتة تانية. دول ياكلوا بعيد، دول كلاب، ازاي ياكلوا معانا؟ هذا الفكر الخاطئ اللي رب السيد المسيح صلحه ويقول لهم لا، دول مش كلاب، ده ممكن يأمنوا. وهذه المرأة اللي بتقول عليها لا، آمنت وإيمانها عظيم جدا. أتت وسجدت له قائلة يا سيد عني. عشان كده السيد المسيح كافئها مكافأة كبيرة قدام الناس والرسل اليهود كلهم. السيد المسيح ما قالش اليهود هذا الكلام: عظيم يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. عظيم إيمانك. اليهود اللي تعبوا السيد المسيح ما قالهمش عظيم إيمانك، لأن هم كان عندهم العبادة الشكلية من الخارج فقط، لكن من الداخل قلبهم مليان بالسوء ومليان بالأخطاء الكبيرة. عظيم يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة من أجل إيمانها، عشان خاطر إيمانها بالسيد المسيح. في نفس الوقت اللي موجودة فيه بنتها خفت وخرج منها الشيطان فشفيت. وعايز يقول لهذا الجنس إن لا، إذا كان اليهود بيقول عليكم كلاب، فأنا الخالق بقول عظيم هو إيمانك. مفيش حاجة اسمها دول كلاب أبدا. وهالدليل على هذه المرأة اللي قبلت الإيمان بالسيد المسيح وأمنت وسجدت وقال لها عظيم إيمانك، عظيم إيمانك. الراحة الحقيقية يا أخواتي المكرمين هي في السيد المسيح. مفيش راحة بعيد عنه أبدا، لأن هو اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. أي شخص عنده أفكار، عنده تعب، عنده مرض، في احتياج لأي شيء، هيروح لمين؟ السيد المسيح. هو الراعي وهو الخالق وهو اللي بيريح النفوس. ثق تماما لو رحت له مهما كان أخطائك، مهما كانت أخطائك، هو فاتح إيديه وقلبه للجميع، بيقول لهم مفيش خطية بلا توبة. كل الأخطاء اللي في الدنيا كلها لا لها توبة، بس المهم أنت يبقى عندك الإرادة، عندك الإرادة وتقدم، ما تخافش. عندك يبقى ثقة بربنا إن هو اللي هيغفر لك. هذه الثقة كانت عند بطرس الرسول لما هو أنكر، عنده الثقة أن السيد المسيح هيغفر له. هذه الثقة راحت من يهوذا واعتقد أن هو أخطاؤه لا ملهاش غفران وانتحر. هذه الثقة اللي كانت موجودة في جميع الآباء الرسل. إيمانك، أين هي إيمانكم؟ السيد المسيح كان في السفينة والأمواج وبتاع خبطت في السفينة وكانت تغرق، السيد المسيح نايم فصحوه: الحقنا يا رب، ده السفينة هتغرق. قال للبحر خلاص اسكت اهدي. قال لهم أين هو إيمانكم؟ إيمانكم فين؟ لو عندكم إيمان وصليتوا ما كانش حصل كده. هذا الإيمان قالوا للمرأة الكنعانية: عظيم هو إيمانك. بطرس شاف السيد المسيح ماشي على البحر، قال له لا أنا عايز أجي أمشي. تعال، مد ايديه وخد. لا الأمواج حواليه، خاف ابتدي يغرق. يا رب عني. مسكه وعن أين هو إيمانك؟ أين هو إيمانك؟ لكن قال للمرأة
الوثنية اللي قبلت الإيمان، واليهود بيقول عليها كلبة. كل الصنف بتاع الجنس بتاع الكنعانيين بيقول عليهم كلاب. قال لها يا امرأة عظيما هو إيمانك. ربنا يحفظكم من كل شر وشبه شر، وإله المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. شكرا لنا.